اهلا بيكم في النسخه الرابعه من دبي بودفيست، اكبر تجمع مهني للبودكاسترز بتنظيم نادي دبي للصحافه. تعالوا مع بعض نعمل شويه مقابلات مع البودكاسترز، نسالهم عن مستقبل البودكاست في الوطن العربي. يلا بينا. اذا اعزائي، معانا حلمي النهارده في دبي بودفيست الدوره الرابعه. اهلا بيك. اهلا بيك، ازيك؟ ايه الاخبار؟ عملت ايه في البودكاست؟ فين مش شايفين؟ راجع البودكاست بقاله سنتين بس، واخدين بريك كده، بس بنعمل بودكاست على المسرح، لايف بودكاست بريل اودينس يعني. بس هنرجع اذا اعزائي تاني عشان كل مره بتسال عليه، وانا بحب جدا البروجكت ده. كلنا بنحبه. كلنا. ربنا يخليك. فلا يعني هيرجع قريب جدا ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. هل شايف وجود البودكاست العربي على الساحه العالميه مهم؟ جدا، والبودكاست العربي متواجد بقوه، يعني في بودكاست عربي مسيطر في السوق بشكل ملحوظ عن كل سنه بيفرق. فلا طبعا مهم، وبيريبريزنت الميدل ايست يعني، ودي حاجه كويسه جدا جدا. صح. حلمي بصراحه، هل وقفت انك تسمع اغاني في السياره وبقيت تسمع بودكاست ولا لسه؟ والله على حسب المود يعني، ما عملتش كده 100%، بس أوكي. احيانا بحس ان انا عايز اسمع حاجه حد بيتكلم، ويا سلام لو كوميديان اعرفه بيناقش موضوع من برسبكتيف معين، واشوف الفرق بين الستاند اب اللي بيعملوه لايف والكوميدي ابيسود في اي بودكاست. ساعات بسمع بودكاست في موتيفيشن او في مايند سيت تشينجينج ايدياز، بعمل كده كتير. بس برضه الاغاني لسه مسيطره شويه. لسه يس. وايه تجربتك في اللايف بودكاست؟ انك بتشوف الاكسبريشنز والرياكشنز بتاعت الناس على طول، هل افضل انك تسجل حاجه وبعد كده تنزلها وتشوف الكومنتس؟ بصي، وانا دايما هتلاقيني مع اللايف، سواء بيرفورمانس سواء بودكاست سواء اي حاجه. انا احب اخد الانستنت فيدباك ده. واحنا بودكاست على المسرح عملناها في حلمي مان ايفنتس، وكانت خطيره يعني. عملنا 3 حفلات فيهم بودكاست على المسرح، انا وعلاء الشيخ. وكانت الفكره بتاعتها ان هي تكون بودكاست على المسرح لهو ايفر بيعمل بودكاست. اي حد بيعمل بودكاست فدي سيف سبيس ليه يجي يعمل لايف بودكاست قدام الناس. بعدين عملناها اول اديشن منها انا وعلاء، ولقينا فيدباك مرعب. نزلنا فيديوهات على السوشيال ميديا جابت اوفر 12 او 13 مليون، فاتبسطنا جدا من الفيدباك فثبتناها شويه ما شاء الله. فلا يعني اللايف بودكاست خطير، والاودينس كمان بيحبه جدا جدا ومتقبله جدا جدا. بيطحنوا قهوه واحنا بنسجل. لا مش مشكله، حط لي الحته دي بعدين ان صوت القهوه طلع في المايك. بنجاح دايما يا حلمي يا رب. عايزين نصيحه منك للبودكاسترز اللي عايزين يبداوا. ابدا. هو اهم حاجه ان ما تقعدش تحنتف بقى، انا عايز كاميرا معينه، انا عايز مايك معين، انا عايز سيت اب معين. ابدا، ارمي نفسك كده في الميه زي ما بيقولوا. طلع بس بايلوت، طلع اول ابيسود، سمعها للناس، سمعها لاصحابك. ما تقعدش تستنى، اوعى تستنى. وزي اي حاجه في الدنيا هتتطور مع الوقت ومع الخبره ومع عشان بشوف ناس عايزه تبدا من ال 100% على طول. وانا واحد من الناس دي كنت، وما زلت بحاول احنتف قوي، بس ده سيت باك، ده هيعطلك. فابدا، ولسه السوق والبودكاست سين ارض خصبه يعني. صح يعني صح. مهما كان في ناس بتعمل بودكاست لسه بدري قوي 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 قوي، لسه هيحصل فلتريشن ولسه. فده وقت كويس جدا انك تبدا. يلا. شكرا يا حلمي. شكرا.